لم تقف حواجز الجغرافيا وبعد المسافات بين العمانيين وبين الرحلة إلى الحواضر العلمية، ولا سيما البصرة والمدينة المنورة ومكة المكرمة منذ القرن الأول للهجرة. الإسهام العماني ومن ورائه الإسهام العربي العلمي ضرب شوطا بعيد المدى في مختلف العلوم والفنون كالطب والصيدلة والكيمياء والفيزياء والحساب والجبر والجغرافيا. وليس ببعيد عن جودهم ذلك ما أوله من عناية فائقة بعلم الفلك، ذلك العلم الذي كان ولا يزال وسيظل محل عناية المهتمين وموضع شغل الباحثين والدارسين قديما وحديثا، ماضيا وحاضرا ومستقبلا، في سلطنة عمان وفي غيرها. ويعد العالم عمر بن مسعود بن ساعد المنذري صاحب كتاب كشف الأسرار المخفية في علم الأجرام السماوية والرقوم الحرفية من أشهر من درس علم الفلك والحساب الفلكي من العمانيين وألف فيه. ورغم أنه قد مازج مؤلفه المشار إليه بالتنجيم كما وقع في ذلك غير واحد من المتقدمين، إلا أن مؤلفات الملاح العماني أسد البحار شهاب الدين أحمد بن ماجد ومؤلفات تلميذه سليمان المهري تحتوي على معلومات قيمة جدا في علم الفلك وحركات النجوم وأهمية ذلك في علم الملاحة، كما أن الجداول الفلكية ورحمانيات البحارة العمانيين كان لها هي الأخرى أهمية بالغة لا تنكر. هذا إلى جانب نتاج عدد كبير من الفلكيين الذين أثروا المكتبة العمانية بكتب شتى تتوزع في المكتبات العمانية وغير العمانية في الداخل والخارج، كالعلامة سعيد بن خلفان الخليلي صاحب عسجدة المسكين بشرح القصيدة الفلكية لأحمد بن مانع بن سليمان العقري النزوي، وأبي مسلم ناصر بن سالم بن عديم البهلاني صاحب رسالة تصحيح منازل القمر على العسجدة، وأضرابهم من العلماء. كما صدر لبعض مهتمي اليعربة رسائل فلكية أخرى اعتنت بطباعتها مكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي رحمه الله، الذي كان يعد أحد كبار المهتمين بعلم الفلك في عصرنا الحديث. الباحث العماني محمد بن سالم بن عبد الله الحارثي أحد المتخصصين في المركز الذين اطلعوا بهذه المهمة الشاقة، نادبا نفسه ووقته لإنجاز هذا المشروع الحضاري الكبير، موسوعة الموروث الفلكي العماني القديم وأثر الكواكب والنجوم على النشاط الإنساني، بذرة في سلسلة من الموسوعات العلمية التي يعمل عليها الباحث ويخطط المركز لإطلاقها والإعلان عنها تباعا. تشتمل الموسوعة على عدة أقسام يشخص من بينها قسما النشاط الزراعي والبحري أنموذجا للعمل، حيث وظف العمانيون المعارف الفلكية لخدمة الحياة والناس وتحديد الأشهر القمرية دخولا وخروجا ومعرفة القبلة وتعيين الصلوات. لقد وصف الباحث البروج 12 ومنازل القمر 28 توصيفا دقيقا، وشرح فكرة الفصول 4 وما يرتبط بها، وعمد إلى أهم الأمثال العمانية المرتبطة بالنجوم فشرحها بالتواصل مع أهل الخبرة والاختصاص، كما ضبط المجاري البحرية القصيرة منها والبعيدة بنظام الأخنان المعروف، وعرف بأهم الأدوات الملاحية المشهورة كالبوصلة وربع الدائرة. وسافر بالقاري عبر المحيط الهندي وصولا إلى بحر الصين العظيم،
ومرورا بأهم الموانئ والمدن التاريخية، مجددا بذلك العهد ومثبتا معرفة أصيلة. سجلت الإسهام العماني بكل فخر واعتزاز في سجلات الخلود، لتبقى عمان ألقا بحريا. كلما ذكر التاريخ وذكرت الأمجاد.